تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خالد فطوطه قعد يحزق 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 ويفضل يهاتي ويهلل ويعبط على قناه نادي الزمالك. عاقبه كهربا عمل، كهربا سوى، كهربا راح، كهربا جه، وما بيبطلش كلمه كهربا ويحطها في جمله غير مفيده. حلو الكلام، كلام جميل. كهربا تم ايقافه ظلما من اتحاد الكوره ب 12 مباراه مليون جنيه غرامه، وهذه العقوبه لم توقع اصلا على شيكابالا اللي عمل فعل مشين امام كل البشر لجماهير النادي الاهلي، حتى لو كان في فعل ورد فعل. تمام. خالد فطوطه طالع بيصيح وبيقول انا هبطل اعلام، انا هبطل ظهور، انا هبطل مش عارف ايه. كهربا مش عايزين يعاقبوه، كهربا عايزين يحطوه في يخلوه يلعب كأس السوبر، كهربا مش عارف ايه، وهات يا صياح من خالد فطوطه على كهربا. طيب نتيجة نسمع فيديو قصير مكير لخالد فطوطه قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان خالد الغندور بيكلمنا عن الضمير وعن الكرسي وعن المهنيه وعن حاجات هو اصلا ابعد ما يكون عنها. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف خالد فطوطه قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. مليون جنيه تدفع خلال شهر. تمام. العقوبه دي اعلنت بعد اكثر من 3 شهور من مباراه الزمالك والاهلي واللي حصل فيها خروج كهربا عن النص. طبعا العداله ناجزه، عداله واجبه، ولكن خروج العقوبه دي بعد 3 شهور بتعمل علامه استفهام كبيره، لكن في النهايه خرجت. بعد ما خرجت بحوالي اسبوع او 10 ايام اتحاد الكوره ما طلعش العقوبه، تم تسريبها او على لسان رئيس لجنه الانضباط او نائب رئيس لجنه الانضباط. ده خلى اتحاد الكوره يبقى مجبر انه يعلن. امبارح اتحاد الكوره كان يوم الاثنين يوم عمل يوم شغل. امبارح اتحاد الكوره ما اعلنش، ما رضاش يعلن، لان اتحاد الكوره لو اعلن النادي الاهلي في نفس اليوم كان كهربا لن يستطيع انه يلعب ماتش سموحه امبارح، لانه كمان مش هيلحق يعمل استئناف عن القرار. فلم يعلن اتحاد الكوره، لم يعلن الاهلي امبارح، واستنى النهارده الصبح. وفي وقت الاعلان مفيش ربع ساعه اعلن ان الاهلي استأنف، وان على لسان الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري قال لك الاستئناف من الاهلي يوقف العقوبه ويلعب عادي كهربا لغايه ما يتم البت النهائي من قبل لجنه التظلمات اللي بيترأسها المستشار عادل الشرطه. وتصريح الاستاذ وليد العطار لا يستند لاي دليل. يعني انت مثلا لما تيجي تقول الاستئناف يوقف العقوبه، الاستئناف على لجنه الانضباط على التظلم يوقف العقوبه، لابد ان انت تطلع لي نص بيقول ده. تمام. انت كاتحاد كوره وكلجنه استئناف، وهو نفس الشخص ونفس المستشار عادل الشربجي هو اللي بعت جواب للزمالك اما استفسر هل امام عاشور يلعب ولا لا. يا جماعه المستشار عادل الشربجي هو بذات نفسه قال لك لا ما ينفعش يلعب، لان العقوبه التظلم على العقوبه ما يوقفش تنفيذها، لا لازم يفضل موقوف لغايه ما انا المستشار عادل الشربجي اطلع قرار بان العقوبه دي تتخفض، تتلغي، يعني ابت في الموضوع. يعني هو بذات نفسه المستشار عادل الشربجي ولجنه الاستئناف واتحاد الكوره اللي بيعلن ان لا كهربا يلعب عادي لغايه ما نشوف الموضوع. تمام. طيب يعني ده العداله في ابهى صوره، وده الجواب الرسمي اللي واخده اتحاد الكوره على لسان رئيس لجنه الاستئناف، واللي نادي الزمالك هيصعد الموضوع لاعلى سلطه قضائيه رياضيه وهي محكمه الكاس، لان انا معايا مستند رسمي من اتحاد الكوره بيبلغني فيه ان التظلم على العقوبه لا يوقفها، وفي نفس الوقت النهارده بيقول التظلم على العقوبه يوقفها. فطبعا ده تعارض غير طبيعي في يعني ايه لوائح، يعني ايه قوانين، يعني ايه عداله. ده تعارض غير واضح وصريح. وطبعا اللي بيسمعني هنا الاهلاويه اللي هو بقى يشتموا او الزملكاويه اللي هيبقوا معايا، القصه قصه عقل وتفكير.
هي مش قصه انتماء، عايز انتصر لانتمائي، لا انا عايز انتصر لضميري، عايز انتصر للعداله الناجزه، عايز انتصر ان يكون في عدل ما بين كل الانديه، ان انا نادي جامد، نادي منافس، نادي قوي، نادي باخد بطولات بقوتي بادائي جوه الملعب، مش بنفوذي، مش بعدم ارساء العداله ما بين كل الانديه. دي وجهه نظري. طيب هنا السؤال بقى الاهم يا جماعه اللي انا بطرحه، النهارده كام؟ النهارده 18. كل القصه النادي اللي بيتعمل ده عشان ماتش السوبر، كهربا يلعب ماتش السوبر في الامارات ولا ما يلعبوش؟ لو العقوبه اتنفذت مش هيلعب، لو عقوبه ما اتنفذتش هيلعب. طبعا قولا واحدا كده كده في عقوبه، يعني 12 ماتش يوم ما تتخفض، يوم ما تكسر الدنيا هتبقى 6 ماتشات. يعني انا بقول من 8 ل 6 ماتشات، يوم ما يخفضها يعني ويعمل ايه قلبان هتبقى 6 ماتشات. تمام؟ فكده كده كهربا ما عندوش غير ماتش واحد او ماتشين، يعني ماتش وبعد كده ماتش السوبر، تقريبا ماتش في الدوري مثلا، ماتش السوبر، او ممكن يكون عنده ماتش السوبر بس، لان انت عارف ان الاهلي هيلعب مع الرجاء ومفيش ماتشات في النص، وهيلعب ماتش العوده مع الرجاء، وبالتالي بعد كده هيكون ماتش السوبر، فهو هيسافر من المغرب من الرجاء على الامارات، فبالتالي النادي الاهلي ما عندوش اي ماتش غير اول ماتش ليه محلي يعتبر ماتش السوبر. طيب النهارده يوم 18، النهارده يوم ايه؟ 18. طيب عندنا 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5، بنتكلم 17 يوم على ماتش السوبر. هل السيناريو اللي جاي ان احنا داخلين على عيد فالمستشار عادل الشرباجي مش فاضي يناقش التظلم بتاع كهربا؟ هل بعد العيد هيكون لسه ما جمعناش الادله والبراهين اللي بتثبت صحه القرار او عدم صحته؟ هل لسه هنبعت الفيديوهات لخبير صوت عشان ياكد ده كهربا ولا مش كهربا وده صوته وهو بيقول عقده صح ولا ما اعرفش ايه صح؟ هل المستشار عادل الشرباجي هيعلن عن قرار لجنه التظلمات يوم 4 يوم 3 ولا هيأجل بعد ماتش السوبر عشان كهربا يلعب؟ انا راجل في الاعلام بقالي اكتر من 20 سنه، اوعدكم ان انا هبتدي ابطل اعلام ولا هفكر في الموضوع ده لو قرار لجنه الاستئناف طلع بايقاف كهربا قبل ماتش السوبر. خلاص؟ وده هيوديك لسيناريو معروف في الفتره اللي جايه، مره واثنين وثلاثه. انا بصراحه يعني اللي بشوفه في اتحاد كره القدم ومنظومه الكوره في مصر بجد بجد يخلي واحد شعره يشيب. اتحاد الكوره هو بذات نفسه اللي بيقول ان التظلم لا يوقف الايقاف او لا يوقف العقوبه، وهو اللي بيقول ان التظلم يوقف العقوبه. هو لم تتغير اي شيء غير ان امام بيلعب في الزمالك وكهربا اللي هرب من الزمالك بيلعب في النادي الاهلي. مبروك، الف 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 مبروك العداله، الف الف مبروك الضمير. كلمه واحده، منصبك ومكانك وكرسيك مش هيقعد بان كل اللي حواليك يقولوا لك اقعد. ربنا هو اللي بيقعد البني ادم في المنصب. العداله والضمير والحق والقانون واللوائح والعدل ما بين كل الانديه كبير وصغير هو اللي قعدك في مكانك. السؤال، نادي الاهلي لما كتب في بيانه انه الانفلات الاخلاقي وانه ده مثال سيء بنوديه لشباب مصر، هل ما يفعله كهربا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي اللي بيترأسه الكابتن محمود الخطيب، هل ده انفلات اخلاقي ولا ايه؟ ولا الغايه تبرر الوسيله؟ قولوا لي يا مجلس اداره الاهلي، ده انفلات اخلاقي ما قاله كهربا صح؟ ايه؟ انفلات اخلاقي ولا انفلات اخلاقي؟ عايز اقول كلمه واحده بس لاتحاد الكره المصري او من يعملوا داخل اتحاد الكره المصري: المناصب والكراسي مش بارضاء حد على حساب حد. البقاء في المناصب والكراسي مرتبطه بالعمل، بالجهد، بالعدل، بارساء النظام، تحقيق العداله ما بين كل الانديه، اعطاء كل ذي حق حقه، الحث والحث في القرارات على اي نادي مهما كان، كبير صغير، اهلي زمالك، مش مهم،
المهم احط القرار السليم والعقوبه السليمه وما اخافش من حد، واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط. لكن الموازنات والموائمات اللي بتحصل طفح الكيل. صح يا خالد الغندور، طفح الكيل. خالد الغندور بيكلمنا بيقول لك الموائمات. يا خالد يا غندور، مرتضى منصور طلع قال اقذر الالفاظ على قناه نادي الزمالك. المفروض كان يتحبس، محدش قال له انت فين. واول ما اتعزل حطوا له الشهرين عدم حضور مباريات، وهو اصلا ما بيحضرش مباريات، و200,000 جنيه غرامه، وهو اصلا ما بيدفعش اي حاجه لاتحاد الكوره، وعليه 88 مليون جنيه مديونيات لاتحاد الكوره. وتقول لي موائمات وموازنات؟ ما تخلينيش اقول لك كلمه عيب. كمل. جميع وبنظام كرة القدم في مصر وعدم تحقيق العدالة ما بين كل الفرق انتهت. قدامكم، قدام عينكم، شوفوا ميزان الحق، ميزان العدالة عامل ازاي. وهنا بقول لجمهور الزمالك العظيم، افرحوا بفرقتكم، افرحوا ببطولاتكم، ساندوا فرقتكم، ساندوا ادارتكم مهما كان كنتوا مختلفين معاها. مفيش حاجة بتحميكم، مفيش حاجة بتديكم العدالة خالص. كل واحد بيظبط العدالة على حسب مزاجه وعلى حسب دماغه. مفيش اي لائحة ولا اي ورق ولا اي تصريحات تقول الكلام اللي بيحصل دلوقتي مع كهربا. وللاسف انا اديتكم مثالين واعتذرت الجمهور الاهلي ومسؤولي الاهلي واعلامي الاهلي لما قلت ان كهربا هارب، وجبت لكم كانوا بيعملوا ايه مع الحضري، وكانوا بيقولوا ايه على الحضري، وكانوا بيقولوا مش اي لعيب بقى عقد وبتاع، احنا كده هنبوظ الكرة في مصر. ودلوقتي جبت لكم امام عاشور عملوا ايه ولجنة. بس استنى خلينا نفهم اسيادك. طبعا خالد الغندور استاذ في التتويه واستاذ في ايه؟ في التحوير. اولا احنا قبل كده قلنا في فرق 1,000,000% بعيد، يعني البعد السماء والارض ما بين كهربا وما بين الحضري. الحضري كان بيلاقى بافضل معامله وافضل احترام وافضل، يعني كان نجم الشباك في النادي الاهلي وقتها. راح للنادي الاهلي قال لهم انا عايز احترف في نادي اسمه سيون، جايب لي عرض. قالوا له يا حضري هذا العرض لا يليق بيك، ونادي سيون اصلا يعني مش نادي توب ولا نادي في الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني او في الدوريات العالميه الثقيله اللي عليها العين. فقال لا انا عايز احترف. يا حبيبي استنى يا حبيبي، هيجي لك عرض، انت اصلا افضل لاعب حارس في افريقيا. ما سمعش الكلام وهرب ورجع تاني وراح هرب. لكن كهربا مرتضى منصور كان بيصور اللعيبه قبل مباراه النادي الاهلي وقال له انت عيال اللي اسمك كهربا ما تقعدش تتنطط لي، وعلى فكره في سيديهايه ليك معايا طليقتك بتاعت قناه المحور البت ساره جت تشكي منك ومش عارف. قال له بص ما ينفعش الكلام ده يتذاع على قناه النادي الزمالك، لان امي وابويا بيتفرجوا على قناه نادي الزمالك. راح قال له لا انت مش هتقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه، انت ما انتش. قال له لا هقول لك. قال له انت هتقول لي. راحوا اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض ومشوا واتخانقوا ومسكوا في بعض، قرر كهربا بعد كده انه يمشي من نادي الزمالك، وان عقد كهربا مزور، لان عقد كهربا لما مضى على بياض كان نادي الزمالك متفق معاه على قيمه ماديه كبيره، وادوا له يعني اقل من القيمه اللي هو متفق معاها. عشان كده قال ان عقدي مضروب وعقدي مزور. وفي نفس الوقت مجدي عبد الغني طلع في قناه نادي الزمالك قال لك ان التوثيق بتاع عقد كهربا كان بدون تاريخ. فما تحورش يا عم خالد وتقول كاني وماني ومش عارف ايه. وامام عاشور اتوقف 12 مباراه علشان طلع وسب الدنيا كلها وسب الاهلاويه وسب الكابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي وشوبير والله يرحمه صالح سليم، شتمهم بالاسم. فعشان كده وقعت على العقوبه، وانتوا ما تروحوش استأنفتوا على العقوبه بتاعته. يبقى انت بتهرف ايه بقى وتقول انا في فرق بين ده هارب وده مش هارب؟ لا كهربا لو هارب يبقى هرب من ظلم مرتضى، هرب من ان هو ما يتنكلش بيه زي فتوح وزي عبد الله جمعه. مرتضى قال عليه ان هو بتاع نسوان وبينام مع نسوان وبياخد مخدرات وحشيش وراح اعتذر له، فانبطح.
انما كهربا راجل ما رضيش ينبطح. اذا كنت انت منبطح فهذا شأنك، لكن ابننا كهربا عنده كرامه وعنده كبرياء. كمل يا عم. الاستئناف عملت ايه؟ واتحاد الكره رد قال ايه؟ وكله قال لا يمكن يلعب. واتفرجوا على تصريحات وليد العطار وتصريحات المستشار عادل الشرباجي على لسان احمد عبد الباسط الصحفي المقرب من اتحاد الكره المصري، وعلى لسان كابتن احمد شوبير المستشار القانوني لاتحاد الكره المصري بيقول لا يلعب. وليد العطار بيقول لا يلعب، ومع امام عاشور ما يلعبش. وانتوا ما قدمتوش احتجاج لامام عاشور يا جاهل. انتوا امام عاشور ما قدمتلوش استئناف ولا احتجاج ولا تظلم من الاساس، قدمتوا للعيال الصغيره ونسيتوا الواد الكبير، عشان كده توقف. مين اللي بيتخذ القرارات يا جماعه؟ هما مش نفس الاشخاص، هي مش نفس اللوائح، هي مش بنفس القوانين. لكن مش نفس الجرم، مش نفس العقوبه. انت تعرف يا خالد لو مثلا كهربا حطه في مرتضى منصور صح؟ لا دي عيب. او يقول مثلا كهربا حطه في خالد الغندور صح؟ برضه عيب. او كهربا حطه في جماهير نادي الزمالك صح؟ برضه عيب. لكن قال كهربا حطه صح. ذكرك؟ لا، يمكن حطه في اسرائيل يا اخي، انت مالك؟ مش شعبان عبد الرحيم قال انا بكره اسرائيل؟ حد كلمه؟ انما لو قال مثلا انا بكره اي حد من رؤساء الجمهوريه السابقين او الحاليين، مش يساءل قانونيا؟ لكن هو ما قالش، قال بكره اسرائيل بشأن عام. وكمان قال على كهربا قال على جماهير نادي الزمالك، ما قالش على جماهير نادي الزمالك، جاب سيره مرتضى ما جابش سيره مرتضى. قال كهربا حطه صح. حطه في مين؟ حطه فيك، حطه في مرتضى، حطه في جماهير نادي الزمالك، ما حطوش في حد. الراجل مؤدب، هو الراجل حط الجون في نادي الزمالك، عشان كده بيقول كهربا حطه صح او عقده صح زي ما انت حاسس. قول كمل. ولا كل واحد على المزاج؟ جماعه بجد، هو انا اقعد اعرف نفسي ليه؟ هو انا اقعد اتشتم ليه؟ هو انا لما اجي اقول الحق والعدل بتشتم ليه؟ الحق والعدل ان انت تقول شيكابالا تعرض لاكبر حمله تنمر، عشان كده عمل الحركه لجماهير نادي الاهلي، وده طلعت دافعت عنه، وطلعت دافعت عن امام عاشور وقلت ده في اوضه مغلقه وبيحتفل بالشتيمه وقله الادب. ليه بتشتم؟ هو لازم الواحد يبقى مماين يمشي مع الرايجه يلعب على مشاعر الجماهير، يشوف مين الاقوى ويمشي معاه عشان الدنيا تمشي؟ للاسف صوت وصوره، بيانات، جوابات رسميه، وما يحدث للاسف. طيب تعالوا كده واحده واحده كده احنا نرد على خالد الغندور بشويش من غير اي انفعالات. اولا، اللجنه المعينه من قبل اشرف صبحي لا يحق لها انها توقع عقوبات على اي لاعب في مصر. ليه؟ لانها معينه. نص اللائحه بيقول لك ايه؟ بيقول لك حال استقاله رئيس او نائب رئيس او عضو يتم تعيين شخص ما بواسطه وزاره الرياضه، لكن ما قالش في حال ان اللجنه كلها تستقيل يروح الوزير معين واحده غيرها. لا، في حاله استقاله اللجنه يتم عمل او اجتماع جمعيه عموميه ويتم انتخاب لجنه انضباط هي اللي تكون منوطه بتوقيع العقوبات على الانديه وعلى اللاعبين وعلى المنظومه كلها. تمام. ده واحد. في لجنه الانضباط من قله ادب مرتضى منصور وهزاز الرؤوس؟ مفيش. في لجنه الانضباط من الخروج عن النص الاعلامي؟ يعني ده في ماده 14 انا جبتها حطيتها على المنتدى عندنا وعلى القناه وعلى الفيس، ان اي حد سواء رئيس نادي او عضو او صحفي يخرج عن النص او اللائحه بيطبق عليه عقوبات في عدم التواجد في المباريات وغرامات كبيره، وده لم يطبق على مرتضى، تم تطبيقه بس لما مرتضى مشي واتعزل. تخيل يا فندم، وكده كده مرتضى ما بيظهرش اصلا في التلفزيون، عفوا ما بيظهرش في المدرجات، وكمان ما بيدفعش غرامات لاتحاد الكوره. فاذا اللجنه دي وجودها غلط من الاساس، وما بني على باطل فهو باطل. دي نقطه. النقطه الثانيه،
بتقارن ما بين امام عاشور وما بين كهربا. اولا امام عاشور لم يتم الاستئناف على العقوبة بتاعته، تم الاستئناف على الاربع شباب الناشئين، ولم يتم الاستئناف على عقوبة امام عاشور اللي هي كانت 12 مباراة. ووقتها امام عاشور كان طالع بيتكلم وبيشتم سب وقذف لاشخاص بعينها من المنظومة الرياضية. كان بيقول صالح سليم كذا، حسن حمدي كذا، خطيب كذا، ومرتضى يجي يعمل فيكم كذا كذا. اغنية بذيئة ومشينة. فعشان كده تم ايقافه وما تمش الاستئناف عليه. اما كهربا اللائحة بتقول ان الاستئناف يوقف الحكم، والاعتراض والتظلم يوقف التنفيذ، ولكن يوقف التنفيذ امتى؟ بعد 10 ايام من اصدار العقوبة. يعني هو موقوف دلوقتي 10 ايام. انت بتعرف يا فندم ان لو كهربا دلوقتي هو تم ايقاف العقوبة، ولكن تم ايقاف العقوبة على حيز التنفيذ بعد مرور 10 ايام. يعني لو في مباراة النهاردة للنادي الاهلي محلية او مباراة بكرة او مباراة بعده، في خلال 10 ايام كهربا لا يحق له الاشتراك في المباريات. تخيل. علشان كده خالد الغندور عنده خلط، او مش فاهم قوانين، او مش فاهم لوائح، او عبيط، او بيستعبط، الله اعلم. ان انت في خلال ال10 ايام دول يا خالد تعتبر حتى لو الايقاف ساري، او لم يتم الايقاف، او لم يتم تقديم شكوى من النادي الاهلي او استئناف، برضه في خلال ال10 ايام دول لا يحق الكهرباء انه يلعب اي مباراه. الايقاف بيبدا من 10 ايام، وده اللي ما حصلش معاكم في موضوع امام عاشور. امام عاشور بيدي لك في خلال 10 ايام هو ان انت تقدم استئناف، فهيقبل الاستئناف بتاعك، بس بعد ال10 ايام يلعب. الايقاف هيصير بعد ال10 ايام، مش في خلال ال10 ايام سماح اللي بيسمح لك بيهم ان انت تقدم تظلم او عقوبة. ولكن يا كابتن خالد، هو كل ده رعب من كهربا؟ كل ده رعب من كهربا ان هو هيلعب ماتش السوبر؟ يا خرابي، قد ايه قد كده كهربا بيوجع، قد كده كهربا يعني مضايقك. ايه ده؟ ايه الغل اللي جواك ده يا خالد؟ مرتضى حبيبه خلاص ماشي وهيجي تاني، ما تقلقش. يعني هو هيغيب له 2 شهر وهيجي تاني، ولكن انت بتتشدق بالمثل العليا وبالمبادئ وبالاخلاق ما تخلينيش اقول لك كلمه عيب يا جدع، ما تخلينيش اعمل لك حركه عيب. انت بتقول المثل العليا يا راجل، ده كل الاهانات والموبقات بتحصل امام عينيك في نادي الزمالك، وفي قناه نادي الزمالك ما بتتحركش ولا بتتكلم. مرتضى منصور بيدخل يشتم الناس كلها، لدرجه ان هو كان بيملي ارقام ناس على الهوا ويقول يشتم فلان ويا جمهور الزمالك اشتموا فلان، وعليكم بعلان وعليكم بخلان. مرتضى منصور كان بيدخل يشتم حسين لبيب، اللي انت مره النادي الاهلي بعت له برقيه تهنئه بتواجده في نادي الزمالك، قلت ازاي يقولوا السيد حسين لبيب ما يقولوش الكابتن؟ عيب وعيب. وازاي؟ على الرغم ان مرتضى منصور بيدخل يمسح الارض بحسين لبيب وبيخليه عامل زي القماشه اللي ممسوح بيها الارض، وما بتتكلمش ولا بتفتح بقك، ويقول له ابو بنطلون اخضر وبنطلون اصفر، وبتقعد تهز في دماغك وما بتتكلمش. فانت ما تكلمناش على المثل العليا وعلى المبادئ وعلى القيم، لانك ابعد ما يكون عنها كابتن خالد يا غندور. يعني كهربا انت عارف ان حتى لو حطه صح، كلمة حطه صح دي مش عيب، كلمة حطه صح دي مش عيب. اذا كان ضميرك ونيتك انت وحشة فدي حاجة ترجع لك، لكن النادي الاهلي لو شايف ان الولد غلطان كان ادبه وقيمه. قبل كده كهربا بيهزر مع الشناوي، النادي الاهلي غرمه بمليون جنيه واتخصمت من اللاعب. يعني اللاعب مش كبير على التأديب، او اي لاعب عندنا كبير على التأديب، لكن انت عندكم سداح مداح. اللاعب ينام مع ستات عادي، اللاعب يشرب مخدرات عادي، اللاعب يروح ينتف حواجبه وينتف تحت باطه عادي، قشطه يعني محدش بيكلم حد. ولكن خالد الغندور قبل ما تطلع على التلفزيون يا ريت تطلع على اللوائح والقوانين عشان تبقى فاهم، عشان الناس كلها تبقى عارفه ان انت بتتكلم صح. لكن انت ما تجيبليش من كل فيلم اغنيه وتجيب لي ام الهنا وتحطها على ام الخير وتقول ان دي اللائحه بتقول. لا يا فندم، اولا وجود اللجنه دي
غير معترف بيها، والنادي الاهلي هيصعد وهيصعد لاعلى مستوى. وانا بقول لك يا خالد الغندور ان العقوبه اصلا هتتلغي من النادي الاهلي، وانا قاعد وانت قاعد. مش انت بتقول تبطل اعلام ومش عارف ايه؟ لا، انا بقول لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان الايقاف هيتشال خالص، وهيكتفوا ب 300,000 جنيه غرامه او 200,000 جنيه غرامه، وانا قاعد وانت قاعد. لو حصل غير كده، لا، انا بطلب بقى من النادي الاهلي انه يطلع على الفيفا ويقول ان اصلا اللجنه دي وجودها غير شرعي، واللجنه دي غير منوطه انها تطلع قرارات، لان اللجنه دي ما جاتش من الانتخاب، جت بتعيين وزير الزمالك اشرف صبحي، وهو اللي عينها علشان تبقى على كيف مرتضى منصور. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كل سنه وانتم طيبين، وسلام عليكم.